السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم حسين من قناة اخبار الرياضة. ان شاء الله نحاول نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم كرة القدم في مصر والوطن العربي. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اخبار القناة. اول خبر معانا النهاردة انطلاقة معسكر منتخب مصر بدولة الامارات الشقيقة. استعدادا للمشاركة في دورة الامارات الودية، الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن بيعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر شهر مارس اللي بينطلق في 13 مارس وبيستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر. والمنتخب هيلعب مباراته الأولى مع نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز هيلاعب الفائز من مباراة كرواتيا وتونس يوم 26 مارس. وأسماء اللاعبين المحترفين اللي اختارهم العميد هم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد حجازي مرموش حمدي فتحي محمد شريف. وشهدت قائمة اختيارات العميد استبعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي. تاني خبر معانا النهاردة، النادي الأهلي بيخطر سيراميكا بعودة القندوسي وتفعيل بند شراء محمد شكري الظهير الأيسر للفريق. أبلغ النادي الأهلي مسؤولي سيراميكا بشكل رسمي عودة لاعبه أحمد قندوسي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية إعارته. كما أخطر النادي الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند أحقية الشراء لاستعادة محمد شكري مقابل 9 مليون جنيه كما هو متفق عليه وفقا لعقد انتقال محمد شكري من الأهلي إلى سيراميكا قبل موسمين. أما عن أخبار نادي الزمالك، الاتحاد الأفريقي بيعلن إلغاء مباراة الزمالك مع سوار الغيني. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان من المقرر أن يلعب الزمالك مساء يوم الأحد مع فريق سوار الغيني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن نادي سوار الغيني لم يتمكن من الوصول إلى القاهرة بسبب أزمة في سفره إلى مصر لخوض مباراة الزمالك، وسيتم اعتبار الفريق الغيني مهزوم بنتيجة 3-0، وبذلك يكون قد حسم نادي الزمالك التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة. ولسه مكملين مع أخبار الزمالك. عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ عمرو أدهم: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهرباء. عضو مجلس إدارة الزمالك قال إن العلاقات الطيبة بين الزمالك والأهلي في الوقت الحالي ساعدت في تسديد غرامة كهرباء، وحصلنا على كامل مستحقات النادي في هذه القضية. وقال كمان إن لسه عندنا قضايا ومنها جيمي باتشيكو وخالد بوطيب وحكم من الاتحاد الدولي بخصوص فرجاني ساسي بعد ما تقدم بشكوى للحصول على مستحقاته. هذه هي آخر القضايا المتعلقة بالزمالك في المحكمة الدولية، وبطولة كأس مصر مهمة ونأمل التتويج بها. أما عن نتائج مباريات الدوري المصري، امبارح إنبي لعب مع الاتحاد السكندري والاتحاد فاز 2-1، والنتيجة دي رفعت رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني. أما عن أخبار الدوري السعودي ونتائج مبارياته، الهلال السعودي بيفوز على اتحاد جدة في الكلاسيكو الشهير بنتيجة 3-1. تقدم الاتحاد بهدف كانتي في الدقيقة 12، لكن الهلال اتعادل عن طريق صالح الشهري قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني الهلال بيعزز النتيجة بهدفين البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد، وبالنتيجة دي الهلال بيعزز صدارته للدوري بفرق 9 بونت عن فريق النصر السعودي أقرب منافسيه طبعا، اللي تعادل بنتيجة 4-4 مع الحزم، وارتفع رصيد الهلال إلى 62 نقطة والاتحاد 37 نقطة في المركز الخامس في دوري روشن السعودي. لو عجبك الفيديو دوس لايك ومتنساش تفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.